السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة جاية لكم بفيديو جديد ويوم جديد. تعالوا نسمي الله ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام وندخل على الفيديو بتاعنا. ويا ريت لو لسه ما عملتليش لايك اعملي لايك، ولو اول مرة تشوفي قناتي فضلا وليس امرا اشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. اشتركي في قناتي وانتي مش هتندمي. النهاردة بدأت يومي كده بالعجين. اول حاجة كده عملتها زي ما انتوا شايفين، معايا 2 كيلو من الدقيق. نزلت عليهم بمعلقة كبيرة من الملح ومعلقتين صغيرين من السكر، ونزلت عليهم بمعلقة من الخميرة الفورية. وبعد كده ننزل عليهم بالمية واحدة واحدة. العيش يا حبايبي بيتعجن بمية وشوية سكر وشوية ملح والخميرة، تمام؟ مفيش اكتر من كده. انزلي بالميه بقى، اهم حاجه واحده واحده. العيش ده انا هنعمله بالمكنه، العيش اللي هو الرقيق الخفيف كده الريشه، زي ما انتوا شايفين كده. بدات ان انا اعجن. اهم حاجه العجين يعني لت العجين بتاعك كويس جدا. لت العجينه، العيش هيطلع معاكي كده فيه عرق، وهيطلع من الفرن كده طري وجميل زي ما انتوا شايفين كده. لتت العجينه كويس. وهنا بقى يعني قيمة معلقة صغيرة من الزيت مسحت بيها ايدي، وكده زي ما انتوا شايفين مسحت وش العجين بالشكل ده. بعد كده نغطيهم بكيس، وبعد كده نغطي بحتة قماشة. بعد نص ساعة زي ما انتوا شايفين كده العجين كان خمر معايا ما شاء الله. لان دلوقتي حبايبي احنا في الصيف، في الصيف العجين بيخمر بسرعة غير الشتاء. الشتاء بيبقى عايز كده ان هو يتدفى شوية، فبياخد وقت شوية في التخمير. لكن في الصيف نص ساعة بتلاقي العيش بتاعي خمر. بعد كده بدأت ان انا اقرصه كده قد الليمونة الكبيرة بالشكل ده. عايزة اقول لكم ما شاء الله ال2 كيلو دقيق عاملين معايا كمية عيش حلوة. لان كده كده احنا هنعمله بالمكنة، هيكون عيش رقيق كده وخفيف وجميل. عايزة تنشفي منه تمام، عايزة تطلعيه كله طري هيطلع معاكي طري وزي الفل. قرصت الكمية كلها كده زي ما انتوا شايفين. هنا بقى حبايبي انا بحب اعمل ايه؟ بمسح ايدي كده بالزيت زي ما انتوا شايفين كده، وبعد كده بغطي بكيسة وفوق الكيسة حتة قماشة. اضمني بقى ان العيش بتاعك ولا هيقشف منك ولا اي حاجة. حتى لو خمر وبدأ ان هو يلزق في بعضه ما تقلقيش خالص، هتشدي كده الكرة هتطلع معاكي ولا لازقة كده في التانية ولا اي حاجة. زي ما انتوا شايفين كده انا هنا ربطت المكنة. دي مكنة المخروطة، يعني متهيألي اللي هي موجودة في اغلبية البيوت. عايزة اقول لكم ان هي عندي، يعني انا متجوزة بيها ليها 19 سنة. هنا بقى جارتي ربنا يكرمها طلعت معايا قالت لي انا هخبز لك وانت كده ايه يعني بالمكنه زي ما انتوا شايفين كده. بصوا انا هنا ببطط قد القرصه، وبعد كده بفرد كده بالشكل ده. اظبطي كده المكنه بتاعتك. شايفين؟ عايزه اقول لكم بقى طالع يا حبايبي كده من الفرن ما شاء الله يفرح. الرغيف ببططه كده قد القرصه، وبعد كده بحطه في المكنه بالشكل ده. عايزه اقول لكم ما شاء الله العجينه معايا يعني مش ناشفه، لان في ناس بتحب تنشف العجينه بتاعه المكنه. لا، خليها كده زي عجينه القرصه هتطلع معاكي. العيش هيطلع من الفرن كمان طري. لكن الناس اللي بتنشف العجينه يا حبايبي العيش ده بيطلع ناشف من الفرن وما بيطلعش حلو. حاولي ان انت يعني ما تنشفيش العجينه قوي، تخليها كده نفس عجينه القرص بالظبط. شايفين العيش طالع معايا عامل ازاي؟ الرغيف بقى اللي بيطلع طويل شويه بقطع كده حته صغيره منه من الحرف، عشان احنا عايزين يعني الرغيف على قد المطرحه. شايفين؟ شايفين بقى الجمال؟ شايفين يا حبايبي العيش في الفرن قابب وعامل ازاي؟ انت بقى عايزه تطلعيه ناشف وطي الفرن بتاعك شويه، عايزه تطلعيه طري علي الفرن كده من الجناب وهيطلع معاكي طري كده وملبلب وزي الفل. شايفين؟ عايزه اقول لكم بقى ان انا كمان كنت الصبح والمكان هنا في الصاله بتكون الشمس جامده، يعني الحاجه ما بتكونش واضحه قوي في الصوره. شايفين بقى؟ شايفين الجمال؟ شوية عيش عايزة اقول لكم زي العسل. تاكليه بقى بالبامية، تاكليه بشوية ملوخية. هي دي اكلات الصيف اللي هي تفتح نفسك في الاكل. وانا بصراحة واحدة من الناس يعني طول الصيف بحب ان انا
اعمل عيش، يعني طول الصيف بحب العيش عن الرز كمان، لان الرز بيكون تقيل شوية في الصيف، فبحب ان انا يعني اي اكلة بعملها نواشف، بعمل كده رغيفين طريين جنب الاكل. وزي امي ما بتقول يا حبايبي ان البيت من غير دقيق حالته الضيق، وهي دي فعلا. يعني امي على طول تقولي اهم حاجة في البيت الدقيق. الدقيق ده يعني خير كده في البيت. شايفين العيش طالع من الفرن عامل ازاي؟ عايزه اقول لكم كده عامل زي البسكوت، يعني تاكلي منه الرغيف الناشف زي البسكوت كده بالظبط. ونخبز الكميه كلها بنفس الطريقه. لو عامله بقى 3 كيلو 4 كيلو، طالما عندك فرن زي ده اعملي اتشجعي كده وقومي اخبزي لك رغيفين. سيبك بقى ولا تقولي الحر ولا الفرهده، انت كده هتقومي تتشجعي وتعملي، هتلاقي نفسك عملتي احلى حاجه. هنا بقى انا نشفت كده شويه عيش، والعيش اللي في العجانه ده طري. شايفين العيش الناشف عامل ازاي؟ الناشف بوطي كده الفرن عليه من الجناب، بيطلع معايا كده زي البسكوت. خلصت العيش يا حبايبي. انا كنت كمان في السوق، يعني انا رحت السوق وبعد كده خبزت. هنا بقى بعد ما خلصت خبيز شويت بتنجانية، وبعد ما اتشوت معايا حطيتها في الكيس عشان تفضل كده من جوه طرية. هنا بقى قشرتها وجبت الكبة بتاعتي، حطيت قرن فلفل حامي، وجايبة معايا من السوق سمك، هنشوي شوية سمك بخلطة حلوة قوي قوي. هنا بقى حطيت البتنجانية كده في الكبة، وبعد كده ننزل عليها بشوية من الزيت، يعني قيمة 3-4 معالق من الزيت. وهنا عصرت عليه ليمونة. الليمونة بقى بتخلي البتنجان بتاعك ابيض كده زي الشمعة. في ناس بتعمله ويقولوا ان هو بيسود بعد ما بيعملوه. ليه؟ عشان انت مش بتحط عليه ليمون. طيب لو ما عندكيش ليمون حطي معلقه خل، يعني حطي يا خل يا ليمون، هيفضل البتنجان كده لو بات معاكي لتاني يوم هيفضل ابيض كده وزي الشمعه. هنا بقى حطيت عليه قيمه 4 فصوص من الثوم زي ما انتوا شايفين كده، وحطي بقى 3 معالق كبار كده من الطحينه. تمام. وننزل بقى بالملح وربع معلقه بس من الكمون، ربع معلقه صغيره، واظبطي الملح بتاع البتنجان. وهنا بقى بدأت ان انا اضربه في الكبة ضربتين 3 كده، بيطلع زي الطحينة بالظبط. والله اللي هياكله من ايدك هيفكرك ان انت عاملة طحينة كمان مش بتنجان. عايزة بقى تهرسيه كده بالشوكة، اعمليه حطي كل ده زي ما حطيت وهرسيه بالشوكة. في ناس يعني انا امي ما بتحبش البتنجان كده، بتحبه اللي هو المهروس وعليه الطحينة وكل الحاجات اللي احنا حطيناها دي بتحطها عليه، بتقول انا بستطعمه كده. وفي ناس بتحبه كده. انا بصراحة بحب اعمله كده وبحب اعمله كده، يعني مرة بعمله كده ايه في الكبة ومرة تانية بعمله بالشوكة. تمام. هنا بقى انا حطيته في علبة، قلت على ما اعمل بقى السمك وكده اخر حاجة بغرف. تمام. حطيته كده في العلبة وغطيتها بالغطا بالشكل ده. هنا بقى انا كنت جايبة جرجير من السوق، طلعت حزمتين جرجير، ونمسكهم بقى ننضفهم كده وننقعهم شوية في شوية خل وشوية مية، ونشطفه شطفة مرة واتنين وتلاتة. الجرجير بقى جنب السمك بيكون طعمه حلو قوي. نضفت كده الجرجير زي ما انتوا شايفين. الخضرة دي يا حبايبي لازم ان هي تتنقع، لازم تنقعيها كده بشوية خل في المية. عايزة اقول لكم الايام دي بتبقى كل حاجة يعني فيها بقى ميكروبات وبتكون مرشوشة، فالخل حلو قوي. تمام. هنا بقى نقعت الخضرة وغسلتها كويس جدا. وهنا يا بنات انا كنت جايبة سمك، البنات اليوم ده ما كانوش في البيت، فانا ما كانش فيه غير انا وباباهم بس. جبت سمكتين كبار وجبت نص كيلو سمك صغير زي ما انتوا شايفين كده. مسكته غسلته. عايزه اقول لكم السمك ده كان جاي من السوق حي كده وبيلعب. شطفته كده من النخشوش، غسلت النخشوش كويس جدا. هنا بقى انا كنت بصور لوحدي زي ما انتوا شايفين. تمام. والسمك الصغير بقى طعمه حلو قوي. هنا قلبته في الردة والفرن بتاعي كان لسه سخن، يعني انا عملت السمك بعد ما عملت العيش، يعني خبزت العيش ووطيت بعد ما خلصت كده ووطيت النار شمعة، ونزلت على ما عملت الدقة والبتنجان والسمك كده زي ما انتوا شايفين غسلته. تمام. طلعت على طول كان الفرن سخن كده وما شاء الله. هنا بقى يا بنات زي ما انتوا شايفين انا قلبته كده في الردة ورصيته على المطرحة، وبعد كده دخلته الفرن. السمك لازم يتشوى على فرن يكون حامي. عايزة تشويه على البوتاجاز سخني الصاجة بتاعتك كويس جدا، وبعد كده حطي السمك.
والسمك بيكون حلو قوي على الصاجة. ان شاء الله مرة تانية هشويه معاكم على الصاجة، عشان الناس اللي بتشويه بره تشويه في البيت. عايزه اقول لك والله ما في احلى من السمك ان انت تشويه في البيت. لما تشويه كده في البيت وتعملي الخلطه بتاعته، واول ما تطلعي كده من الفرن تنزليه في الخلطه، بيكون سمك طعمه حلو قوي قوي. غير بقى اللي انت بتجيبيه من بره وبتسيبيه، يعني مثلا انت رايحه السوق الصبح بتجيبيه من الصبح وتسيبيه بيكون برد وبعد كده تسخني ميه، لا ده يا حبايبي بيكون طعمه حلو قوي، لان بيكون معاكي سخن. ويا دوب انت بقى لو عامله رز بتغريه في الرز وكده، يعني بيكون لسه السمك سخن، ما بيكونش برد ولا تسخني له ميه ولا حاجه. صاجه اشوي عليها، اشوي كده في الفرن زي لو عندك فرن. هنا بقى الخلطه انا عامله هنا جزرتين، وحاطه بصلايه كده متوسطه، وحاطه عليهم هنا انا كنت شاويه جارتي كانت جايبه كيلو سمك، قلت لها هاتي نشويهولك كده بالمره. اهم حاجه في الخلطه كده راسين توم، جزرتين، وبصلايه متوسطه، والكمون وفلفل احمر، شويه خلطه بقى زي العسل زي ما انتوا شايفين كده. هنا بقى الجرجير، وحطيت زيتون مخلل والبتنجان. دلوقتي يا بنات كان النور طفى عندي، طلعت بقى البلكونه ومعانا هنا العيش الطرى اهو. تعالوا بقى اتفضلوا كده معانا. وده كان الفيديو بتاعنا بتاع النهارده، يا رب الفيديو يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.